أهلا فيكم بفيلم جديد بيحكي عن شخص مهمته قتل الأشخاص لكنه متقاعد. بيضربوا رفيقة لإله وبيصحوا الوحش اللي جواته، فبيقرر ينتقم منهم ويقتلهم كلهم. ببلش فيلمنا مع روبرت ماشي على مبدأ نام بكير وفيق بكير وشوف الصحة كيف بتصير وكل شي بوقته. بجهز حاله وبيروح على شغله بمحل كبير لمستلزمات البناء. بيكون محبوب جدا من كل أصدقائه بالشغل. وقت الغداء بيكون مع أنتي مورالف يلي بيحاول إنه ينحف وبيكون عم ياكل، فبذكره إنه لازم يخفف أكله لحتى ينجح بالاختبار ويصير حارس أمني. بعد الشغل بيروح ليتعشى بمطعمه المعتاد وبياخد كتاب معه اسمه العجوز والبحر. وبكون في بنت بتتعشى جنبه وبتشوف الكتاب وبتسأله إذا العجوز صاد السمكة أو لا. بيحكي لها لسه ما وصل للجزء هاد وبتبتسم. بتخلص البنت أكل وبتمشي. تاني يوم بالشغل الموظفين بيسألوا روبرت شو كان يشتغل قبل هون. بنكت وبيقلن كان يشتغل راقص استعراضي وبيرقص لهم وبيخليهم يضحكوا لحتى ينسوا السؤال. بالليل بيروح على المطعم ليتعشى وبتكون نفس البنت قاعدة هنيك وبتلاحظ انه مغير الكتاب يلي كان بيقرأه وبتسأله عن السمكة وبتعرف منه انه العجوز قدر يصيدها بالنهاية. بعدها بتوقف سيارة ليموزين قدام المطعم وبيتصل فيها واحد اسمه سلافي وبيخبرها تطلع بالسيارة، بس هي بتكون مو راضية تروح معه. بشاور لها الزبون لحتى تيجي لعنده وبتروح تركب مجبورة. تاني يوم بعد الشغل بيروح روبرت على المطعم وبشوفها هنيك، بس وجهها بيكون مليان كدمات. بيعطيها صحن حلو فبتقعد معه وبتقله انه اسمها تيري لكن اسمها الحقيقي هو إلينا، وبتعطيه سي دي هي عاملته. بعد هيك بيطلعوا من المطعم بيتمشوا، لكن فجأة سيارة بتوقف جنبهم وبينزل منها سلافي يلي بتشتغل معاه وبيضربها كف لأنه ما كانت ترد على اتصالاته. ولما روبرت بيحاول يدافع عنها بيشوف مسدس مع الرجال التاني وبيتراجع وبيعطي سلافي لروبرت الكرت تبعه وبيقول له يحاكي. تاني يوم بالليل بيروح روبرت للمطعم وبيعرف من صاحبه انه إلينا بالعناية المشددة لانه في شخص ضربها بقوة. بيروح على المشفى وبشوف وجهها متدمر قد مؤاكلة قتل. بعدها بتطلع رفيقتها لتاخد قهوة وبتكون زعلانة وعم ترجف قد مو خايفة وبتوقع القهوة على الأرض، فبيركض لعند روبرت ليساعدها ويهديها وبيسألها كيف صارت إلينا. تحكي له انه سلافي ضربها لتكون عبرة لباقي البنات وما حدا يتجرأ وما يرد عليه ويعصي أوامره. وإلينا مو أول حدا بيعمل معاها هيك، وفي بنت قبلها حرق لها وجهها وتركها معانا لحتى تكون عبرة إلنا. بعد روبرت بيقرر يروح لعند سلافي يلي بيكون هو وزلمه قاعدين بمكتب فوق المطعم. بفوت عليهم وبيعرض عليه $9800 لحتى يعتق إلينا ويتركها بحالها، بس هن بيضحكوا عليه وبيقولوا له خود مصاريك ولا تقرب على إلينا مرة تانية أحسن لك. ها بياخد الظرف وبيروح ناحي الباب، بيفتحه وبيسكره وبيقرر يرجع. بياخد نظرة خاطفة على كل الموجودين والأسلحة تبعهم وبيعير الساعة على 60 ثانية وبيروح لهم. فواحد منهم بيكون رح يقوسه بس روبرت بيكمش ايده وبيخلي الطلقة تيجي بسلافي. بعدها بيشمط واحد بالكاسة وبيخلص عليه وبيفلخ بطن التاني وبيشكوك الثالث بالسكين لحد ما بيموت، وهيك بيكون قتلهم كلهم ب 28 ثانية بالضبط. بعدها بيوصل واحد روسي اسمه تيدي وبيكون واحد من أفراد العصابة. بيروح على المدينة ليدور على القاتل وبيشوف عناصره ليجمع أدلة. أما روبرت بالشغل بيلاحظ إنه رفيقه رالف مانو موجود، وبيكون يوم الاختبار تبعه كحارس أمن، بس بيعرف إنه استقال من الشغل. فبيقرر يزوره بمطعم أمه لحتى يسأله عن السبب. بيحكي له إنه صار حريق بالمطعم ولهيك قرر يضل حد أمه ويساعدها، فبيعرض عليه يضل معه ويساعدهم. بعد هيك منشوف تيدي مع واحد من ضباط الشرطة الفاسدين رايحين يسألوا رئيس عصابة تانية عن القاتل يلي قتل زلمون ولو بيعرف أي شي عن الموضوع، بس هو بيسخر منه وبيقول له أنتوا الروس مو نافعين لشي. تيدي بيكون رواق بيشمطه بصحن السيجارة والشرطي بيقتل الباقي وتيدي بيبوكس الزلمة لحتى يفقد الوعي. أما روبرت بيسأل رالف عن سبب الحريق الفعلي وما بيكون مصدق أنه ماس كهرباء، بس رالف بيأكد له أنه ماس كهرباء وهيك ما كان رح ينجح بالاختبار. بعد فترة منشوف روبرت عم يلعب بيسبول مع رفقاته وبيفوز، ورالف صار حارس أمني ونجح بالاختبار. أما بمطعم والدة رالف بيكون في 2 ضباط شرطة فاسدين، بعد ما بيخلصوا أكل بيبتزوها وبياخدوا منها أتاوي وبيهددوها لو تأخرت مرة تانية بالدفع رح يرجع يحرقوا المحل. بس هن وطالعين من المطعم بيشوفن روبرت وبيقولن إنه عنده إخبارية عن جريمة، بس ما بيردوا عليه. بيركبوا بالسيارة بس هو بيتصل بواحد منهم على موبايله فبينزلوا له، بس هو بيعرض لهم فيديو معاه على الموبايل وهن عم ياخدوا رشوة ويهددوا صاحبة المطعم، وبيقول لهم يا بترجعوا المصاري اللي اخدتوها يا رح انشر الفيديو على كل وسائل التواصل الاجتماعي. بوقتها بيكمشوا بيهددوه بالمسدس
بس هو بحركة خاطفة بيخلع الاثنين، ولحتى ما ينفضحوا بيرجعوا المصاري لوالدة رالف. بعدها منشوف تيدي يلي بيكون عم يحقق بمقتل سلافي وظلمه، وبيكون مشتبه بروبرت قدر يجمع عنه معلومات، بس كل الأسلحة يلي ماتوا فيها نظيفة وما عليها أي بصمات، وكل المعلومات عنه بتثير الشك، ولهيك بيقرر يراقبه. وبالليل بيبعت واحد من زلمه للمطعم يلي بيقعد فيه روبرت، أما هو والشرطي بيكونوا ناطرين برا بالسيارة. بالمطعم روبرت دغري بيتعرف انه قاتل، وبيسأله رح يجي حدا غيرك او بس انت؟ بيقول له يا ابن الحرام حط ايديك على الطاولة ولا تتحرك. بنفس الوقت بتوقف شاحنة قدام المطعم وبتحجب الرؤية عن تيدي، وما بيعرف شو يلي عم بيصير جوا. اما روبرت بيضرب الزلمة وبيخلع له راسه بالطاولة وبيمرضغه مردغة وبيموت. بعد هيك بيحط سكينة ببريز الكهرباء لحتى يقطعها عن المطعم، وبيطلع بكل ثقة لبرا وبيصور تيدي أكتر من صورة. بعدها بيلحقوه لعند بيته، وهنيك بيكون عم يغلي عسل ليعالج الإصابة تبعه. بس لما بيوصل تيدي وزلمه على البيت بنكتشف إنه هو ببيت تاني قريب لبيته وعم يراقبهم بالكاميرات وما بيعمل شي. بعد هيك بيروح روبرت لبيت أهله وبيطلب منهم مساعدة من خلال إنه يعرفوا له مين هذا الشخص ويجمعوا له معلومات عنه وعن معلمه. وبتروح أمه لتجيب المعلومات وبترجع وبتحكي له إنه الناس اللي قتلهم أفراد عصابة روسية بيشتغلوا هن وتيدي عند شخص اسمه بوشكين، وإنه تيدي هو الشخص اللي بيبعته بوشكين وقت يصير مشاكل لحتى يحلها. وبتفرجيه صور الأشخاص اللي بيشتغلوا معه، وبتقول له إنه الشرطي له يومين مو مبين وراح يتموا يلحقوك ليقتلوك انت وكل الناس المقربة منك، وبتخبره وين متخبي الشرطي. وبيروح له دغري وبيحبسه جوا السيارة وبيفتح عليه الغاز وبيسكر الشباك لحتى يعترف ويقول على مكان بوشكين. بالنهاية بجبن وبيحكي له على كل شي بيعرفه، وبيروح هو وياه لمكان عبارة عن مخزن مصاري للعصابة. بفوتوا للمكان وبيحسن يربط الكل وبيبلغ عنهم الشرطة يلي بعدها بتوصل وبتقبض عليهم هن والشرطي الفاسد. أما روبرت بيروح على صندوق أمانات للشرطي بيكون فيه جواز سفر وفلاشة عليها كل عمليات بوشكين، وبيعرف منها مكان حاملة نفط وبيروح بفجر له إياها. أما تيدي بدور على روبرت وما بيعرف مكانه، فبيقرر ياخد رفقاته رهائن لحتى يجي ويحررهم. بيتصل عليه وبيقول له لو ما اجيت رح اقتلهم، وبيكونوا رح يقتلوا رالف. بس بآخر لحظة بتشتغل موسيقى بالمكان، فبيسألوا رالف من وين جاي الصوت، فبيقول لهم بغرفة الأمن. بياخدوه عليها وما بيلاقوا حدا، ولما بيجي يطلع منها روبرت بيقتله وبيهزق أهله وبيشحطه لجوا وبيطفي الإضاءة، وبيطلب من رالف يطلع الكل من الباب الخلفي، وهو بيحسن يقتل باقي العصابة واحد ورا التاني وما بيخلي منهم مخبر وبيفجرهم تفجير. وما بيضل غير تيدي يلي بيصيب رالف، بس روبرت بيقوسه بمسدس المسامير أكتر من مرة لحد ما بيموت. بعدها ب3 أيام بموسكو بيكون بوشكين بالحمام، فجأة بينطفى الضوء وبيشوف روبرت قدامه، ولما بيعرف مين هو بيعرض عليه مصاري لحتى ما يقتله. بس فجأة بيرجع الضوء مرة تانية وبيختفي روبرت من المكان، بس حنفية المغسلة بتكون مفتوحة، ولما بيجي ليسكرها بيتكهرب وبيموت. بعد فترة بيكون روبرت رجع لحياته الطبيعية، وبشوف إلينا وبتشكره على كل شي سواه كرمالها وبتودعه وبتروح. وهيك بيكون خلص فيلمنا، إن شاء الله يكون نال إعجابكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك وتحطوا لايك لتشوفوا كل الملخصات الجاية. هذا الفيديو كتبه وسجله ومنتجه باسل الخليل يلي هو أنا. سلام.